السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. عاجل بالفيديو: يوسف بلايلي يقدم اعتذاراته للحكم غادة محاط بعد اللقطة الغير الأخلاقية. لنتابع التفاصيل واضغطوا لايك. تقدم الدولي الجزائري ولاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي باعتذاراته للحكم غادة محاط التي أدارت لقاء الربع النهائي الكأس بين ناديه ووداد تلمسان. وكان يوسف بلايلي قد أثار ضجة واسعة في ذات اللقاء بسبب تعامله السيء مع الحكم، والتي أدارت يومها أول مباراة لها في المستوى العالي. واعتذر يوسف بلايلي بشدة من الحكم غادة محاط عبر رسالة في حسابه الرسمي على الانستغرام، مبرزا بأنه يعلم جيدا بأنه انجرف إلى الضغط الكبير، وعبر عن ذلك بشكل غير لائق اتجاه الحكم غادة محاط. ووصل يوسف بلايلي قائلا: أدرك أن هذا لم يكن عادلا مني، وأنا نادم بشدة على أفعالي. أعلم جيدا بأنك كنت تبذلين جهدا كبيرا لإدارة اللقاء بشكل عادل ومحايد. وفي الأخير جدد يوسف بلايلي اعتذاراته للحكم غادة محاط، واصفا سلوكه باتجاهها بغير اللائق، متمنيا أن تقبل غادة محاط اعتذاراته.